بسم الله الرحمن الرحيم. باختصار شديد كده بس هنشرح القبة دي اللي عاملة مشكلة وأزمة للناس. مفترض إن دي القطاع بتاع القبة وده المسقط الأفقي. معايا أنا الماوس هنا نقطة حمراء هي هحاول أرسم دي كده. لو جينا نشوف القطاع هنا في الأول على اليمين هنلاقي إن هنا مقسم لي القطاع إلى حوالي 3 أجزاء. أول جزء اللي هو البوديوم أو الجزء المبنى اللي هو المربع ده اللي مكتوب في الامتحان المربع، اللي هو الجزء ده كده المربع ده فيه شباكين اللي هو طالبهم، اللي هما الاتنين دول. الشباكين دول بيتعملوا بطريقة انه بيبقى فيه فراغ من جوه، يعني لو انت واقف جوه بتشوف فيه فراغ هنا اهو. المستطيل ده فراغ من جوه، والمفروض ان الشباك بتاعك من هنا ايا كان بقى الشباك ده بعقد، فالمفروض ان العقد بتاعك يبان من هنا بالطريقة بقى اللي انتوا بترسموها، بيبان من هنا. والمفروض ان ده يبان تقيل لانك قاطع فيه. وبعدين هنا في اللي هي دايرة مش فاكر اسمها ايه، بس هي بتبقى معمولة كده في الواجهة. يعني ممكن تلاقي ان ده شباك في الواجهة هيبقى بالشكل ده كده. مش عارف هو المفروض في الامتحان بيقول لكم ايه. ده الجزء الاول. تاني جزء اللي هو الجزء اللي فيه المتمم، بتنقل الاحمال من المربع للمتمم، فبيبدأ عندك يتعمل هنا في برضو اسطوانة كده او فتحة مش فاكر اسمها برضو. مفترض ان هو الجزء ده كده متمم، يبقى ده رقم 1. ده الجزء بتاع المربع. ده رقم 2. ده الجزء بتاع الاسطوانة بتنقل احمالها على المربع. المفروض ان في ده الجزء بتاع المتمم بينقل احماله على المربع. والمفترض ان الاسطوانة اللي فوق دي، هنا في اسطوانة بتنقل احمالها على المتمم بس عن طريق المقرنصات دي، والمقرنصات دي مهمة يعني لازم تترسم. احيانا بيطلب منك وانت بترسم انك ترسم الطوب، بترسم بس كم دماغ طوب هنا كده بالطريقة اللي هو بيطلبها منك، ولو كانت انجليزية او فلامنكي بتبدأ بس ترسم شوية طوب هنا كده. تيجي فوق هنا هتلاقي ان المقرنصات دي بتنقل الاحمال من الاسطوانة اللي هو الجزء اللي احنا راسمينه ده، رقبة القبة او الاسطوانة على المتمم اللي هو تحت ده. تيجي فوق هتلاقي ان في القبة بتنقل احمالها على الاسطوانة عادي، لان قطاع القبة دائري وقطاع الاسطوانة دائري فبيثبتوا على بعض. طبعا سمك الحيطة بتاعت القبة بيبقى قريب من سمك الحيطة بتاعت الاسطوانة او الرقبة او نفس السمك. هنا هو عاملها نفس السمك. بتنزل تحت بتلاقي كل ما بتنزل الاحمال بتبدأ تزيد، فبيبدأ سمك الحيطة يزيد معاك. ده باختصار كده ايه هو القطاع ده سهل، يعني حتى لما بتيجي ترسمه بتبدأ ترسم جزء كده. يعني انت في الاول هترسم الجزء ده، بعد كده هتبدأ ترسم الجزء اللي فوق، بعد كده اللي فوق، وهكذا. طبعا الهاتش ده المفروض انك انت تعمله عشان تبين الفتحات من القطع اللي انت عامله. نيجي على المسقط الافقي، هنلاقي ان هنا في 4 قطاعات، هو مقسمها لي 4 قطاعات افقية او مسقط افقي او بلان. هنلاقي ان هنا قطاع الف اللي هو مسقط الف باصص لتحت، مسقط ب اللي هو هنا من مسقط الف من عند الرقبة وباصص لتحت، مسقط ب من عند اواخر الرقبة وباصص لتحت برضه. عند جيم هتلاقيه من عند اول الاسطوانة وباصص لفوق. من عند القطاع د من عند اواخر القاعدة خالص من تحت كده من عند الحوائط وباصص لفوق برضه. فلو جينا نشوف ناخد اول حاجة الف، هنلاقي ان اول حاجة لو انت قاطع هنا
وباصص لتحت وبتنزل اسقاطات. اول حاجة هتقابلها من هنا اللي هو الاسطوانة اللي هي دي. تاني حاجة لو مشيت كده هتلاقي دي اللي هي او اخر الاسطوانة او اخر القبة اللي هي دي. هو هنا عامل لك فيها شوية زخارف كده، لان القبة ما تبقاش ملسة قوي كده، بيبقى فيها شوية زخارف، فهو هنا عامل زخارف هنا كده. وفي خط هنا هو لو عملنا زوم هنا هتلاقي ان في خط هنا هو التاني اسطوانة، خط بتاع الاسطوانة اللي هو خط املس كده عادي ستريت كده ما فيهوش اي زخارف من دي. بعد كده هتقابل تاني حاجة المتمن. لو نزلت تحت كده هتلاقي المتمن هنا هو اللي هو هنا عامله لك اهو. بعد كده هتلاقي المربع اهو عادي خالص. لو جينا بصينا هنا على ده اول مسقط اللي هو اول ربع اللي هو الربع ده. لو جينا نشوف تاني ربع اللي هو القطاع ب ده هتلاقيه بص لتحت. اول حاجة هتقابلنا اللي هو الاسطوانة، لان قاطع هنا برضو في الاسطوانة، قطاع ب هنا قاطع في الاسطوانة. اول حاجة هتقابلنا في الاسطوانة هنا بدأ يعمل الفتحات او الشبابيك اللي في رقبة القبة اللي هي الفتحات دي، بدأ يحطها هنا ويحطها هنا. دي فتحة دي مش فتحة، يعني دي مفتوحة للآخر مثلا الإضاءة ممكن تدخل هنا، دي لأ. ما بتفرقش كتير حسب ما هو كاتب لك أو حسب ما أنت هترسم يعني. الحاجات دي ما بتفرقش كتير، المهم هو عاوز يعرف تحميل القبة وشكل القبة أنت فاهمه ولا لأ. لو جيت هنا برضو هتلاقي المتمن. لو بصينا برضو ده كله اسقاطات على فكرة، يعني هو مش عامل اللي راسم الرسمة دي مش مخترع حاجة، هو بس منزل اسقاطات من هنا. لو جينا نشوف المتمن برضو هتلاقيك بتنزل هنا على اول حاجة المتمن، لانك برضو قاطع هنا، فاول حاجة هتقابلها ده وبعدين ده وبعدين المتمن، وبعدين تبدأ هنا ما رسمش الزخارف لانه ما قطعش في القبة، قطع في الاسطوانة. تيجي تاني مرة على المكعب او المربع اللي هو ده. ده برضو الربع التاني اللي هو ب. طيب لو جينا على الربع بتاع جيم هتلاقي ان جيم بدأ يبص لفوق، فقطع هنا وبص لفوق. يبقى لو جينا من ناحية اليمين شوية كده هتلاقي ان اول حاجة هتقابلك هي الحيطة اللي هو عامل لها هاتش دي او عامل لها تهشير دي. التهشير ده هو مش جاي على الحيطة بالظبط او مش جاي بمقاس الحيطة، لان المفروض انه عمل فيها المقرنصات، لان المقرنصات بتتلحم في الحيطة اللي هي المقرنصات دي بتتثبت في الحيطة، يعني بتتلزق على الحيطة، فبالتالي بتبقى جزء منها عشان تقدر تشيل الحمل من على القبة او من على الاسطوانة تحمله على المتمم، فبالتالي يعتبر ان دي جزء واحد. هنا بدأ يعمل كأنه تشكيل في المقرنصات كده، يعني ده كله المفروض ان دي حيطة بالمقرنصات، بس هو عملهم الاتنين مع بعض. وبعدين تمشي شوية بقى بتلاقي الفتحات بتاعتك المفروض انت راسمها او ايا كانت بقى الرسومات اللي هي اللي قصادك هنا دي، او مش موجود فتحات عادي يعني على حسب ما انت اللي هترسم وانت اللي هتبقى محدد. المهم الجزء ده لو جات لك انك انت هترسم دي اهم حاجة، الاجزاء دي هي اللي بتفرق، وكلها طبعا نسخة من هنا يعني اسقاط من هنا عادي. لو جيت تشوف دي كده هتلاقي ان بيقول لك هنا دي شكل الاسطوانة والقبة عند النظر الى الاعلى. لو انت بصيت لكده هتلاقي ان في متمن وبعدين في اسطوانة وعليها القبة، على الاسطوانة دي القبة، فالمفترض ان انا ما اشوفش حدود القبة. حدود القبة اللي هي حدود الاسطوانة دي اسطوانة وده متمن، ومفروض ان هنا في مقرنصات، وده السمك. يعني لو جينا نفسر دي هتلاقيها زي دي برضه، دي الحيطة وبعدين يبدأ يحط فيها المقرنصات موجودة فيها. ده كان باختصار كده شرح القبة دي عشان في ناس كتير سألت عنها. الموضوع بسيط جدا، بس تنظيم وقت واسقاطات ويكون شكل الرسمة نظيف عشان تاخد عليها درجة. بالتوفيق ان شاء الله.